اهلا بيكم حبايبي في وصفة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة. شوية كده دقيق على شوية سمنة او شوية زيت الموجود عندك، هنعمل احلى غدوة ممكن تعمليها. وشايفين ازاي مورق من جوه وطري خالص من جوه وناشف من بره. وهنعرف ازاي نطلعه نسويه مظبوط تسوية مظبوطة. نعمله كده بقى ناكله مع شوية عسل، شوية جبنة قديمة، شوية مش. أكلة عظمة يعني جميلة جدا. يلا بينا بقى نشوفه. لو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك. يلا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. أول حاجة في المكونات عندنا كيلو من الدقيق وطبعا منخول كويس أوي، وعندنا معلقة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. انا حطيت هنا معلقتين من السكر عشان لو حابه تاكليه من غير عسل او من غير مش ما يبقاش ماسخ. تمام. هبتدي بقى انزل بالميه لغايه ما اعجنه ويوصل للمرحله دي. عجينه المشلتت ما بتبقاش طريه، لازم تكون ناشفه شويه. هسيبه كده، سبتها ترتاح لمده ساعه. وبعد كده رجعنا بقى علشان نقسم العجينه بتاعتنا. وهنا انا الكيلو عامل لي 4 فطرات كبار، يعني شايفين الكوره كبيره ازاي. فانت لو انت حابه تصغري ممكن تعمل لك 5 او 6، بس حجم الفطيره هيكون صغير. شايفينها كبيره ازاي. بعد كده ابتديت بقى اقسم الكوره زي ما انتم شايفين، ركنت ال3 على جنب. وهي ابتدي اخد واحده واحده ونفردها بالشكل ده. طبعا بتتفرد بمنتهى السهوله. ليه؟ لان احنا سيبناها ساعه بحالها ترتاح. نبتدي بقى بالنشابة أو بأي حاجة عندك هتبتدي تفرديها. شايفين بتتفرد ازاي بسهولة. والعجينة كده طرية وزي العسل في ايدك اهي، شايفة. بعد ما هنفردها نبتدي بقى ايه، نفرد نشد كده في العجينة مطاطية. شايفين بتتشد بمنتهى السهولة ازاي. وما تقلقوش مش هتتقطع ولا حاجة. شايفين. تفضلي بقى تفردي كده بإيدك لغاية ما أوسع حاجة ممكن توصلي لها. كل ما بتفرديها بتديكي نتيجة أحسن. بعد ما فردتها بقى الحجم ده حلو قوي. شايفين. مسكتها لكم كده عشان اوريها لكم، عشان التصوير مش مبينها كلها. شايفين هي كبرت بقت كبيره قد ايه. بعد كده بقى هنجيب السمنه، لو انت حابه تعمليها بسمنه خالص او بزيت خالص او بسمنه على زيت مفيش مشكله. وانا استعملت هنا سمنه الهانم النهارده. سمنه جميله بجد، لو انت حابه تستخدميها حلوه قوي بتدي نتيجه حلوه. بعد كده كل ما ارش رشيت بقى في النص وهتنيها بقى من الاطراف. وكل ما اتني طرف هدهنه برضو بالسمنة او بالزيت على حسب ما تشتغلي. تمام. شوفي بعد ما دهنت كده الاطراف بتنيها ازاي. كل ناحية على كده، يعني من الجنبين ومن الطرفين التانيين شايفين بتتغرق سمنة او زيت علشان تتفرد وتديك. دي اللي بقى اللي بتعمل الطبقات من جوه. زيادة الدهين هي السمنة أو الزيت دي اللي بتخلي طبقات كتيرة من جوه وبتخليها طرية. بعد كده بقى هلمها، هعملها بقى زي السرة. بعد ما دهنتها بالشكل ده كده هلمها. شايفين مغرقاها سمنة ازاي. بعد كده هلمها بقى زي السرة وأعملها في ايدي. شايفين بتتلم بمنتهى السهولة. كوروها كده هتبقى زي السرة. شايفين. هنحطها بقى في الصينية ونعمل التانيين اللي بقية الكمية بنفس الطريقة. نفس زي ما عملنا. شايفين انا جبت لكم علبة السمنة عشان تشوفوها. زي ما عملنا الأولانية هنعمل التانية. ماشي كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. برضو هسيبها ترتاح ربع ساعة وابتدي افردها. بتتفرد بمنتهى السهولة. شايفين. مجرد ما بضغط عليها ضغطتين كده بتجري معايا بتتفرد بسهولة. طبعا الفرن في الوقت ده شغال. وطلعت بعد ربع ساعة بالظبط على درجة حرارة 200. وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه. بصوا. تسوية هايلة. مقرمشة من بره زي ما انتوا شايفين. مورقة من جوه زي العسل يعني. بصوا أكلة خطيرة لأصحاب كده، الناس اللي بتحب تاكل كده. جميلة جدا. شايفين. بقى ممكن تاكليه بقى على مش تاكليها على بجبنة قديمة بجبنة أي حاجة. ممكن تتاكل بأي حاجة بعسل أسود زي ما احنا بناكلها كده. شايفين الطبقات جميلة ازاي. كده وصفتنا انتهت. أشوفكم بخير بقى في وصفة جديدة. وأتمنى إن انتوا تجربوا نفس الطريقة هتعجبكم. يلا بقول لكم بقى باي باي وأشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.